رجعنا لكم تاني بعد الفاصل من الصراع على اللحمه، وانا مش قادر اديك الحقيقه كاريكاتير معبر جدا، يعني يمكن ما يكونش جديد بس الحقيقه بيعبر عن واقع احنا عايشينه في حياتنا. خلوني ارحب بضيفي الاستاذ فراس حجاج، رسام الكاريكاتير. اهلا بك يا استاذ فراس. الحقيقه النهارده هيكون معانا شويه رسومات اختارها لنا الاستاذ فراس لبعض الرسامين العالميين، يعني عرب وعجم، وهنبدا باول رسمه اللي هي ايه يا استاذ فراس؟ عندنا الرسمه الاولى للفنان عامر معبره جدا. طبعا احنا هنتناول بس بشكل مختصر وسريع اهم الامر بها الاسبوع وده بالنسبه للوطن العربي، ونختمها بالنسبه لمصر. اللي مر بها الوطن العربي كان الاحداث السوريه دي كانت اهم شيء. نلاحظ ان الفنان عامر الزعبي بشار الاسد ماسك سوريا وبيقطع فيها. هنا اعتقد ان الرسام بيوضح لبدايه عمليه التقسيم الفعلي للدوله السوريه. ده ترتيب كده، ده شكله عمال شغالها. نعم. على انها يعني تقريبا قطعه، ولا دي باينه ايه؟ قطعه لحم او قطعه، ولا قطعه مثلا فخار. نعم. هنا جزرية او دكتاتور فشلوا للسيطره على الحراك الشعبي السوري منذ بدايه 11 واستعملوا البلطجيه الداخليين وفشلوا برضه. بعد كده اراقه الدماء والناس مسكوا شديد عشان الدفاع عن انفسهم بالرغم مطالبتهم بشكل مستمر ومستميت ان ثورتهم سلميه. صحيح. ونفتكر المقوله الشهيره بالنسبه للثوره السوريه، الشعب السوري واحد بدون طائفيه، بدون تعنت، بدون لهجه عنتريه زي ما بيحصل مع اي نظام ديكتاتوري. ولكن هنا اضطر النظام بغبائه السياسي والعسكري لاستعانه ببلطجيه خارجيه بما فيهم بقى الميليشيات الايرانيه والشيعيه. وعندما فشل وبدات بوادر فشلهم على الساحه العالميه بمقتل العديد من الجنرالات، واخرهم اثنين جنرال ايرانيين ماتوا على في الارض السوريه. طيب هو بس خليني اسالك برضو، هو الرسمه مش باين فيها روسيا، مش باين فيها ايران، مش باين فيها اي حد او اشاره دوليه اللي بتساعده على تفسير سوريا. الوضع في سوريا باختصار كده هو حرب بالوكاله. حرب بالوكاله. لا انا قصدي دلالته مستوى الرسمي. هو الدلاله على مستوى، ولا هو يعني هو على مستوى الرسمي هو الشخص ده هو المسؤول عن سوريا. هو المسؤول عن سوريا. كويس. وبالتالي هو اللي في ايده هو محتاج انه يفتتها، لانه وصل لمرحله لا يمكن تحت اي ظرف يقدر يحكمها قطعه انه يقدر يرجع تاني للحكم تاني. صحيح. واذا حتى الدول العظمى اصرت ان الشخص ده يكمل المسيره حتى الفتره الانتقاليه، الواقع هيثبت غير كده. الثوار في سوريا هيرفضوا الكلام ده. فبالتالي الراجل هنا الرسام وضح اهميه المرحله الجايه هي مرحله تفتيت سوريا. طيب الرسمه اللي بعد كده؟ الرسمه اللي بعديها والله للاسف هو رسام الكاريكاتير البرازيلي كارلوس مصري. انا بعتبر نظري الشخصيه يعني ان فيها عمليه تضليل اعلامي. زي ما قلنا قبل كده ان الكاريكاتير زيه زي مقاله زي برنامج. طب ليه بقى تضليل اعلامي؟ هنقول الاعلامي. الرسمه دي بعد اخر مواجهه ما بين الجيش وفي معركه موريك مع هو هنا والدعم السوفيتي. الدب بيعدي الروس. هنا الرسم باين انه مستخبي منه الجيش الحر والدوله الاسلاميه والسي اي اي. سي اي اي شخصيا. سي اي اي شخصيا. يا سلام. ولكن الواقع بقى الرسمه احنا عارفين ان رسام الكاريكاتير بيعبر عن واقع موجود مفترض. كويس. وبعدين كارلوس لاتوف الحقيقه من الفنانين اللي عمل مهم جدا. ما انا مستغرب ان ازاي يقع في سقطه وكان يعني مميز جدا. الرسام كان رسومات معبره. مظبوط. انا في نظري الشخصي ان الشخص الفنان كارلوس وقع في السقطه دي، ان الرسمه دي نزلت بعد موريك، بعد المعركه الاخيره ما بين الثوار كويس في موريك، في حرب في مدينه موريك. طبعا على الاعلام عارفين الدائره الفادحه اكثر من 20 دبابه ارقام طبعا رهيبه. تسريب على التواصل الاجتماعي فيما يقارب 100 جندي روسي ماتوا في المعركه دي. صحيح. كويس.
فيعتبر كده الرسم اللي هو حاطه ان الدب الروسي اللي ارعب الدوله الاسلاميه وارعب CIA وارعب الجيش الحر، يبقى الكلام ده غير صحيح. طيب. فازاي رسام كاريكاتير يعبر عن واقع، يعبر عن، ومعروف انه رسام الثورات العربيه ورسام صحيح، الربيع العربي صحيح، يقع صحيح. في سقطه زي دي. يعني نتمنى ان هو يعني يراجع نفسه، لانه الحقيقه كارلوس من الفنانين اللي يعني رسمهم قوي ومعبر جدا. طيب الرسمه اللي بعد كده، الرسمه اللي بعديها للاستاذه اميه فيها جحا. بقى الرعب دي والله هي رسمه باختصار بتقول النهايه او الحل النهائي لازاله الغطاء الاستعماري والغطاء الصهيوني من على الدوله الفلسطينيه هو حد السكين، وهو تعبير عن المتاح حاليا. انتفاضه السكين. انتفاضه السكين او انتفاضه السكاكين. ان في المسجد الاقصى بما حواليه الامه العربيه عموما بدأ يتم المسجد الاقصى بازاله الخبث والروائث. وهو هنا الحقيقه برضه يعني الاستاذ جحا، وهي الحقيقه الرسام جايه هنا نقط دم، يعني دم بيسيل لازم في دم ودم. فانا هل انا افهم من كده ان الدم من العنصريه بالظبط؟ ما هو يعني اللي ماسك تقريبا هو اكتر واحد بينزف. يا استاذ تحرير، لا تحرير كويس لاي ارض او لاي ازاله اي كيان مغتصب حياط. شغل الكاتب والمفاوضات هذا لا ياتي، لا يسمن ولا يغني منه. على ذكر المفاوضات، الرسمه كانت فيها بتكمل دي هي دكتورنا الفاضل دكتور علاء اللقطة على طول عليه بالواقع. صحيح. وحتى الرسمه بتاعته هنا مفاوضات الحل النهائي، هو المقصود بيها ايه؟ مفاوضات الحل النهائي اللي هو المقصود بيها الرد بتاع اوسلو. محمود عباس يطالب سنين طويله بعد اوسلو عايز يوصل لمفاوضات الحل النهائي وحل الدولتين واقامه الدوله الفلسطينيه وخلافه والى. لكن ماذا وصلنا من خلال المفاوضات؟ الاعبها واندر تيبل زي كده. لا شيء. لا، النتيجه النهائيه القدس مهدد، بتنتهك المسلمين في الاقصى والمسلمين في ينتهك حرماتهم على مرأى ومسمع كله. ولكن خطط الحل النهائي بالنسبه للمواطن الفلسطيني اللي هو متمثل في رسم الكاريكاتيري وهو عضلات ثوره، شاب يافع بعضلات ماسك في ايده النبله اللي هو رمز انه مقاوم. صح بالظبط كده. ان هو ده الحل النهائي. هيقدر ينهي الموضوع. كل الحلول السياسيه والاعيب السياسه الاسرائيليه وعملائها خلصت. هو ده الحل النهائي اعتقد. ان شاء الله ابدع في وان شاء الله يعني هذه الانتفاضه تزيل هذا الاحتلال بكل رعاياه العرب ان شاء الله. بعد كده بالنسبه للرسمه اللي بعديها والله ننتقل للشأن المصري. كتير بالظبط. الاسبوع اللي فات صدمات اقتصاديه كبيره جدا بالنسبه للدوله المصريه. وهنا للاسف التيم الاعلامي او الاعلام بمعنى اصح وصلنا لمرحله من التطور. افتتحنا كذا، عملنا كذا، عملنا كذا. اعتبر اعلامي هنا رسم كتير اوضح شيء مهم، ان الحاجه الوحيده اللي وصل ليها الدولة في النمو هو قرار الاعدام. ولا كم الاعدام رهيبه. لا بالقتل في الشوارع ده المعدل اللي ده الحاجه الوحيده اللي تطورت في مصر. ربنا احنا كنا لسه بنتكلم على الاعدامات. طيب كنت وعدتنا ان انت ترسم لنا رسمه كمان ان شاء الله. رسمه النهارده برضه هتبقى في الشأن الاقتصادي. باختصار هتوضح قياده العسكر وقياده الانقلاب للاقتصاد المصري وصلنا لحد فين. احنا لسه شايفين مشاني اهو. ربنا يستر. هتورينا ايه يا عم؟ خلص علينا يا عم فراس. اسمح لي ابدا في الرسمه. طيب اتفضل.
خلاص ولا لسه؟ كده خلاص. ممكن نعرض اسمه الشكل النهائي اتمنى تكون وضحت كده. يا ريت لو تقدروا تجيبوها لنا. ايوه الله، ده راكب سهل. ده راكب مؤشر اقتصادي. الرسمه باختصار بتقول ان قياده العسكر لاي اقتصاد. انت لسه مصر تلبسه والله هو في نظري فرعون البرنيط الفرعوني. هو دي ذهب، دي ذهب يعني. طب ما ناخدها نسيحها يا اخي ونعمل بيها يعني ننعش الاقتصاد شويه بيه. الاقتصاد بس هو الاقتصاد بتاع المفروض سلطه العسكر ما ينفعش. صحيح. الشخص هياكل، هيشبع حقوقه، هيقرا، هيفهم حقوقه، حقوقه، يبقى لازم يفضل جعان. صحيح. دي سياسه عبد الناصر. ايوه. باختصار كده رسمه بتوضح قياده العسكر للاقتصاد. العسكر او فرعون مصر عندما اي فرعون كويس، ولاحظناها على مدى التاريخ. يعني هنقول مثلا الفتره في ال50 60 سنه اللي فاتوا من بعد الملك فاروق، شوف مصر كانت في ايه، وكان بالنسبه لها الجنيه الذهب، وكانت تعتبر دائل لكبرى دويلات العالم منها بريطانيا والنرويج، والكلام ده موثق وموجود يعني حاليا. شوف مدى الاقتصاد المصري من ساعه ما مسكوا العسكر، ديون، فقر، جهل، وبالتالي اقتصاد مدمر ومهشم وحتى ميت. عندما يسوق العسكر وعندما يسوق الانقلاب اي اقتصاد، توقع ان هذا الاقتصاد ينهار. بس يا استاذ فراس، كفايه انه خلصنا من الاخوان، انت عايز ايه تاني؟ لا حول ولا قوه الا بالله. حتى لو خلصنا، مش مهم ناكل، مش مهم نعيش، المهم ان خلصنا من الاخوان. وبعدين خلاص بقى. يعني ايه خلاص ازاي يعني؟ الشعب نفسه في ناس في الشعب يعني عندها استعداد تجوع مؤازره لمشاريع الرئيس عشان يبقى الافضليه بقى يتنازل عن كرامته ويقف قدام ربنا سبحانه وتعالى ومعلق في رقبته دم كويس في مقابل انه ياكل. ده مين ده؟ في ناس تبقى كده، في ناس عندها استعداد تقف قدام ربنا معلق في رقبتها دم ولو حتى بكلمه. في ناس مش مؤمنه بربنا اصلا يا استاذ فراس. لا حول ولا قوه الا بالله. بتتكلم في ايه؟ هو مجرد راي. طيب لو اتفضل كمل معلش. الاقتصاد عموما عندما يقود العسكر، عندما يقود الانقلاب، اي اقتصاد ده تم تدميره تماما. لان اهم شيء بالنسبه لاي شخص انقلابي او اي شخص ديكتاتور هو حمايه الكرسي وحمايه المجموعه اللي حواليه، السلطه اللي حواليه كادوات. ايوه. فبالتالي هيحتاج يحميها ازاي؟ يحميها بسلاح. وهنا كمان حضرتك جايبه راكب فوق السهم. قياده. قياده ولا سيطره ولا قياده وسيطره؟ ما هي قياده الاقتصاد من خلال العسكر ادى لانهياره. لاحظ هنا حتى السهم الاقتصادي حتى مش جايبه قاعد فوق كرسي مثلا والسهم من تحته، انت جايبه هو قاعد على نفس قاعد على نفسه خلاص خنق. ايوه كويس. وبيقوده كانه بيقود ماشيه مثلا او حاجه زي كده. ويعني هي ماشيه ميته وماشيه ميته منهاره. فبالتالي هننتظر ايه؟ لا شيء. هتلاقي فيه فساد، هتلاقي فيه بطاله، هتلاقي راجع المعدلات الاقتصاديه اللي موجوده في خلال بس الاسبوع اللي فات، مش هقول لك من ساعه ما مسك، لا الاسبوع اللي فات. ديون متراكمه، مفيش ايرادات، الدولار بيرتفع، العمله انخفضت، كوارث اقتصاديه. كوارث اقتصاديه من ساعه ما ركب على السهم وهو بيعمل كوارث. ربنا يستر بس في الرسمه الجايه تلاقي سهم تحطه ما يكونش باع السهم. لا اعتقد في الاخر ممكن نلاقي السهم ده تم البيع. ربنا يستر. ربنا يستر. ربنا يستر. طيب نختم حلقتنا وبنشكر الاستاذ فراس حجاج، شكرا. نورنا النهارده وعمل لنا رسمه عبقريه زي ما عودنا دايما. وبنشكر حضراتكم مشاهدينا الافاضل، ويا رب نكون يعني قدمنا لكم محتوى يعني جيد النهارده مع الاستاذ فراس، ومع المحتوى الاخباري المتناقض مع احنا عايشين الحياه في واقع عبثي جدا، لكن اهو مع الاسف. لكن ان شاء الله نلتقي بكم بكره باذن الله في حلقه جديده من كلام جرايد. تصبحوا على خير.